السلام عليكم ورحمة الله. ياسمين عبد العزيز تظهر بفستان زفاف والعوض يعلق مبروك يا سمسم. شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في إعلان جديد بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة، حيث ظهرت الأولى خلال إعلان بعدد من الشخصيات المختلفة على نغمات أغنية يا دلعه، إذ ظهرت ترتدي فستان زفاف. يعد ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز الأول فنيا بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي من خلال إعلان بعدد من الشخصيات المختلفة، حيث ارتدت فستان زفاف قائلة: من النهارده مش هعمل غير اللي انا عاوزاه. فنان الفنان احمد العوضي الفنانه ياسمين عبد العزيز على اعلانها الجديد عبر صفحته الرسميه بموقع فيسبوك قائلا: مبروك يا سمسم. ترد عليها وتقول له: الله يبارك فيك يا عضيكو. كانت الفنانه ياسمين عبد العزيز شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو الايام الماضيه من احدث الظهور لها ترويجا لعمل جديد تستعد له دون الكشف عن اي تفاصيل عنه. ونشرت ياسمين عبد العزيز الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت خلاله بلوك جديد ومختلف، حيث علقت عليه قائلة: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه. رد الفنان أحمد العوضي على الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن عودتهما إلى طليقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة. وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: كل الامتنان لياسمين، أطيب وأجمل من قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أرى منها إلا كل طيب وخير، وكانت خير حبيبة وزوجة. كلمنا واعترفنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال، يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، ولكن رجوعنا هو أمر خاص جدا بيننا، فالبيوت قبورا لا يعرفها ما بداخلها سوى قاطنيها. وأضاف: كانت رسالتنا لبعضنا البعض أمامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، ولكن لو ربنا أراد لنا الرجوع فتتحقق إرادته في ذلك، تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا. في العلاقة الاحترام، وكذلك الاحترام في الانفصال رجاء، كما قدرتم حبنا وكنتم شهودا عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب. كما ظهرت ياسمين عبد العزيز في إعلان فودافون أيضا بفستان عرس رفقا نفسها والتي اختارته ليكون عريس لها، حيث نشرت الصور على موقع فيسبوك قائلة: أنا وعريسي الجديد أهو، وتفاعل مع الجمهور بالمزاح. كانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت الحملة الإعلانية التي قدمتها الشركة فودافون بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور وفيديوهات انستجرام معلقة: دلعه يا دلعه. ونالت الحملة إعجاب الكثير على الجمهور. من ناحية أخرى، كانت قد تصدرت ياسمين عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة دي ام بي سي، وحققت من خلالها نسبة مشاهدة كبيرة، خاصة بعد حديثها عن الفنان أحمد العوضي وسبب انفصالها عنه، والتي انهارت بسببه من البكاء قائلة: أنا مش بحبه أحمد، أنا بعشقه. أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني ما كنتش بحب قبل كده، وإن أحمد هو أول حب في حياتي. بتوجع وأنا بشوف صوري مع أحمد على السوشيال ميديا، ومن ساعة ما اتطلقنا وأنا قلبي وجعني. وكان قد طالب عدد كبير من الجمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالعودة، ليخرج العوضي قائلا: أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي بحبوني حبا لبعضنا، لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب. ولو إحنا قدمنا إليكم نموذج طيب في الحب، فإحنا برضه قدمنا لكم نموذج طيب في الأخلاق. النهايات أعمالا لقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. يذكر أن ياسمين عبد العزيز أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي عبر حسابها في موقع انستجرام يوم 16 يناير 2024، وكتبت: تم الطلاق رسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير.